السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم من صوت الملعب. ألف مبروك للنادي الأهلي للوصول للمباراة النهائية مع نادي الزمالك في نهائي السوبر. طاهر محمد طاهر اللاعب المجتهد النشيط يخلي الأهلي في المقدمة ويوصل للنهائي. من أهم إيجابيات المباراة قبل ما نتكلم على أي حاجة هو اجتهاد اللاعب طاهر وعطية الله وبعض اللعيبة اللي أدت أداء كويس في الملعب. لكن السؤال المهم اللي بيفرض نفسه وشاغل جمهور الأهلي وشاغلنا كلنا، هل الأداء ده هينفع قدام نادي الزمالك؟ خصوصا ان الزمالك دلوقتي بيعيش افضل اوقاته لانه جاهز جدا معنويا ونفسيا وبيلعب بروح قتالية. انا عمري ما شفت الزمالك بيلعب بروح قتالية اصلا غير الايام ديت. طول عمر الاهلي معروف عنه ان هو بيلعب بروح عالية. يعني انا مش عارف الاهلي ليه مفتقد الروح في الملعب. بس اقول لكم على حاجة وما تقلقوش، ان دايما لما بيكون في مباراة قوية جدا بعد المباراة اللي هي نقول اسهل اللي هي زي سيراميكا، بيبقى دايما اداء اللعيبه عينها على المباراه اللي بعدها. يعني كل اللعيبه قدامكم بتبقى اللي شغلها الشاغل هو مباراه الزمالك، فعايز يخلص الماتش ده باي طريقه. فبيكون في استعجال في المباراه، في بساط غلط، هو عايز يطلع بالنتيجه وخلاص، عايز اكسب وخلاص عشان اجهز نفسي نفسيا ومعنويا للمباراه اللي بعدها. دي طبيعه اللاعب المصري يا جماعه، حتى في المنتخب كده. ممكن نلعب ماتش قوي جدا جدا مثلا قدام المكسيك، وتيجي قدام فريق زي امريكا ملوش حاجه في الكوره تتغلب 4-0 زي ما حصل كده في بطوله القارات قبل كده. فانت ممكن تكسر الدنيا قدام البرازيل وممكن تتغلب تاني يوم من فريق متواضع جدا. فطبيعه اللاعب المصري كده بيشغل باله بالمباراه اللي بعد كده، ما بيعرفش يهيئ نفسه الا انا اخلص موضوع الماتش اللي قدامي ده. فانا برضو مش عايز الناس تقلق من اداء الاهلي برغم ان هو كان متواضع، بس ان شاء الله باذن الله يكون للافضل. واتمنى ان شوبير عمل ماتش كويس جدا وكل حاجه، بس في اخطاء كده ساذجه حصلت في المباراه. ما ينفعش ان هو يحاول يرقص اللاعب، والكره كانت هتتقطع طبعا واتقطعت بالفعل وخبطت وكانت هتخش جون، وطلوع كده بدون عنوان. يعني بعض الاخطاء كده الساذجه مش حلوه خالص، نتمنى ان هو يعالج الاخطاء ديت. فالناس اللي كانت بتعقب على الشناوي في حاجات زي كده برضو وارد اوي ان لاعب تاني يخطأ نفس الاخطاء. احنا يا جماعه عايزين حارس المرمى، هطلع اجيب الكوره، هقف جون يبقى اقف مكاني. اما بالنسبه لكولر، انا مش عارف ليه كولر مش مركز، يعني عايز يبان هويته شويه في الملعب. عايزين شخصيه الاهلي تبان يا جماعه اكتر من كده. يعني احنا عايزين الاهلي يبقى فيه جمل واضحه، فيه خطه واضحه، بيلعب كوره واضحه. الاهلي الفتره اللي فاتت ديت بعيد عن الرؤيه خالص. احنا عايزين كولر يركز شويه في الملعب، وبلاش بالله عليه التغييرات المتاخره اللي بيعملها وبيضيع الفريق فيها. في ماتش الزمالك لازم يكون فيه تغييرات في توقيت صح، تشكيل صح، اداء يكون رائع، تنفيذ في الملعب، في ثبات انفعالي. وان شاء الله السوبر يكون للاهلي باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.